كان استاذ عصام برضو في الفتره اللي فاتت اثناء الشهرين دول قيل كلام كتير عن العلاقه بين الحكومه والمجلس العسكري، وانه هناك خلافات في بعض الملفات، ومنها كان ملف المحافظين. وبعض الناس قالوا انه حتى الدكتور عصام كان في كلام عن انه لوح بتقديم الاستقاله او ربما قدمها. يعني ايه اللي تعرفه عن هذا الموضوع ورايك فيه ايه؟ بص انا عايزكم تدوني وقت شويه اتفضل. يعني وما تقاطعونيش. اتفضل. جايز اقول كلام ما يعجبكوش، ما يعجبش اون تي في. اتفضل. يعني. وانا الحقيقه بقى لي فتره ما جيتش اون تي في، مع التغيير الذي طرأ عليها في الاستفتاء وبعد الاستفتاء والحاله اللي انتوا عايشينها في القناه. يعني انا ما اعرفش ليه كل الناس بتسافر بره وتيجي تقول حاجه وانا بسافر. انا برضو كنت زي الاستاذ سليمان، هو كان في الكويت، انا كنت في السعوديه. وبالتالي انا قابلت مثلا في الحرم المكي والمدني، مش عايز اقول الاف يعني، لا ده انا قابلت يعني كتير. اكيد يعني. كتير. انا ما شفتش ده. هو انتوا كنتوا بره وانا ما كنتش بره؟ ايه هو مش اللي ما عارف. شفتوش؟ شفتش ده خالص. انا شفت ناس بتصفي اعمالها وجايه، شفت ناس ماشيه طايره، شفت ناس بيقولوا ان حتى على مستوى المملكه العربيه السعوديه المعامله من جميع الجنسيات اختلفت بشكل مش طبيعي، وعايشين اسعد ايام حياتهم. انا طبعا انا بقول اللي شفته برضه، جايز انا برضه سافرت حته ثانيه غير اللي انتوا بتسافروها. لا والله انا بص اقول لك على حاجه، انا تلقيت تليفون من صديقي، انك مش من صديق من الكويت قال لي الكلام ده. انا بس مش بقول لك، ما هو بس نقطه اتفقنا ان انت مش هتقاطعني. طيب خلاص، لان انا هقول لسه كمان كلام جايز ما يضايقك شويه. لا مش هتضايق، ارجوك تتحملني. براحتك. خلاص براحتك. الحقيقه احنا حصل بسبب الاستفتاء وبسبب ما عاصر موضوع الاستفتاء من جدل شديد، وده جدل انا في رايي كان صحي جدا وكان جميل جدا، واي مجتمع ديمقراطي فيه الجدل ده. انما في قيادات وشخصيات تمتلك وسائل اعلام ومنها اون تي في وبعض الصحف وبعض اخواننا الكتاب الصحفيين الافاضل اللي كلنا بنحترمهم، عملوا حاله مندبه من بعد نتيجه الاستفتاء. شيء اي مطلع على الشكل اللي بقول لكم عليه ده والادوات اللي بقول لكم عليها دي وقناه اون تي في يعتقد ان البلد دي بتتجه الى الانهيار وبتتجه الى الدمار. الامن زي الزفت والمش عارف ايه. ده شوف حتى المحافظين، ده حتى اتنين اتقابلوا قدام التلفزيون اتخانقوا مع بعض. ده ابن خالتي اداني تليفون من بره قال لي البلد دي انا مش داخلها تاني، انا مخايف، الاقتصاد، البورصه، المش عارف ايه. انت عارف ان شر النفوس في الارض نفس تتمنى قبل الرحيل الرحيله، وترى الشوك في الورود وتعمى ان ترى فوقها الندى اكليلا. فعلا انا حسيت ان في حاله عقاب جماعي للشعب المصري على اختياراته. على نعم. على نعم. انا حسيت ان انا كمواطن، انا قلت نعم، انا حسيت ان انا بعاقب، بتجلد كل ما باجي افتح اون تي في. بحس ان مش ممكن. والمذيعين اللي كنت بحب اسمع رايهم وبحب اتفرج عليهم واشوف رايهم حتى من قبل 25 يناير، شيء خرافي. تحس البلد بتنهار، البلد بتقع، الدنيا ضلمه بايظه، وتهديد. صاحب القناه المهندس نجيب ساويرس قال لك انا هنزل ميدان التحرير لو مش عارف ما عملوش القايمه النسبيه. طبعا على اون تي في طبعا. لا مش عارفه. قالها 1000 تصريح في المصري اليوم انا قراته بعد تشكيل حزبه. في المصري اليوم. طيب. انا هنزل ميدان التحرير بس لو ده ما عملوش كمواطن مصري. انت انفعلت ساعه ما جبت سيره نجيب لا ساويرس. خالص، انا هرد بعد ما تخلص. احنا اتفقنا ان انت هتهدي خالص. لا انا هرد بعد ما تخلص. انت واضح انك متحفزه على الاخر. طبعا. اشمعنى انت تتحفز؟ انا لاني ضيف وحتى انت انا مذيعه. لا 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 بدور القاضي. لا مش دور القاضي. المذيع في الاعلام تعريفه في الكتب وادبيات الاعلام مش دور القاضي خالص. لا يحق ده ليا. اشد من دور القاضي كمان. لا خالص. لا بالعكس، القاضي بيحكم بين طرفين. انت قاعده في ملايين بتتفرج عليكي. طب اتفضل يا استاذ عصام. لكن هنزل ميدان التحرير لو ما عملوش القائمه النسبيه. انا طبعا عايز القائمه النسبيه زيه بالظبط، بس لو ما عملوهاش ماليش نازل ميدان التحرير ولا حاجه. طيب ده رايي يعني قصه. طيب قصه بسيطه يعني. فانا عايز اقول ايه، لو احنا هندخل نقيم اداء عمل الحكومه بهذه الروح، يبقى احنا هنشوف ان لما عصام شرف كلم مش عارف مين غلطان، ولما طبعا قرار تعيين المحافظ بالشكل ده وبالاسلوب ده طبعا غلط. المحافظ ده ولا كل الحركه؟ بس كم قرار خدوه. انا لما اجي اقيم ايه؟ انا اول مره في حياتي ادافع عن حكومه. انا منذ نعومه اظفاري وانا طالب في جامعه القاهره، كنت رئيس اتحاد طلاب جامعه القاهره، طارق حبيب قفل البرنامج وقام سنه 84 او 85 عشان كل ما يسالني وانا كان عندي 20 سنه كنت انتقد له الحكومه. قال لي ما فيش ولا كلمه عايز تقولها يعني ولا حتى مجلس الشعب كان ايام رفعت المحجوب. لا احنا مبسوطين عشان كويس معجب بالحكومه. اول مره منذ نعومه اظفاري لغايه النهارده اقول ان اداء الحكومه، كان نفسي في اليوم ده
احنا مش عايزين نبقى ضد حكومتنا، احنا ما كناش الناس كانت تقول لك انتوا معارضين وخلاص بتعارضوا، لا احنا ما كناش بنعارض وخلاص والله، احنا كنا بنعارض لان كان الاداء زي الزفت اللي مطلع لنا السباعي واللي مطلع لنا الهيئات اللي انتوا شايفينها طيب دي. استاذ طب انت ما عصام، جاوبتناش على السؤال برضه اللي هو انا قلت لك انه في كلام خلال هذه الفتره عن انه كان هناك من يعرقل. نحن مع حكومه عصام شرف مش ضد حكومه عصام شرف، وبالتالي احنا متفقين كلنا يعني في هذه المرحله الحرجه لازم نكون وراء حكومتنا وندعمها بكل ما اوتينا من قوه. لكن السؤال اللي انا بساله لحضرتك انه قيل في كثير من او في بعض القرارات التي اتخذت انه كان هناك ايادي بتسحب الحكومه في اتجاه هي مش عايزاه، وان بعض المحافظين فرضوا على الحكومه فرضا، وانه كان هناك خلافات بين الحكومه والمجلس. انا بسال حضرتك عن حقيقه ده. انا لا شك ان انا لما اشوف مثلا يعني استاذ عظيم زي او استاذي وبحترمه وبأجله واحد زي الدكتور يحيى الجمل، وجوده كان مؤثر في اداء عمل الحكومه تاثير سلبي. تاثير سلبي جدا، ولم يفعل شيء. مثلا واحد زي الدكتور يحيى جمال، مع حب واحترامي وعلاقتي الشخصيه جدا بيه وكل حاجه، وده استاذنا ومفيش وهذا لا يفسد يعني للاستاذيه يعني طبعا، لا طبعا. انما اداء سلبي جدا جدا جدا، وكان صدمه بالنسبه لكلنا حتى يعني حتى كمان كل التيارات بيخالف عندها ملاحظات. كل اللي كنا بنتكلم فيه في الجمعيه الوطنيه وفي المعارضه، وكان بيكتبوا في المصري اليوم، واللي كان بيقولوا في اداء زي الزفت. اسف في الكلمه يعني، اداء سيء جدا. بلاش خلينا نقول سيء. خلاص اداء طب انا عايز سيء اسالك السؤال بطريقه ثانيه من غير ما تنفعل. بس انت بابتسامه المنفعل. زي ابتسامه. لا انا حره في وشي ابتسم بطريقتي. دلوقتي انا افهم من كلام حضرتك انه انت شايف ان حركه المحافظين بشكل عام انت راضي عنها، شايف ان هي تمت بصوره تحقق المطلوب في الفتره؟ انا شايف ان الاداء بشكل عام بتاع الحكومه حركه المحافظين، سؤالي عن حركه ما المحافظين. انا هجاوبك والله بس بالراحه عليا. انا شايف ان اداء الحكومه كله بشكل عام اداء جيد جدا، وجيد جدا دي مش معناه ان مفيش اخطاء، في اخطاء. يعني موضوع زي محافظ انا شايف انه كان خطا فقط يعني عادي هنا جدا. دي موضوع زي ملاحظات محافظ حضرتك؟ ممكن في بعض حاجات تانية، يعني في حاجات مثلا انا رايي ان في قرارات لازم تتخذ. انا جاي من العريش لسه امبارح امبارح اسف والله النهارده انا وصلت العريش يعني لان ما بنامش في هذا. انا شايف ان في انا فوجئت بان اهل العريش الوطنيين المصريين اللي من اجداد واباء ومصريين لغايه النهارده بيتكتب لهم من رعايا جمهوريه مصر عبد مش معترف الراعي وبير العبد وغيره مثلا. يعني شايف ان هم المفروض ياخدوا حقهم في تملك الاراضي، شايف ان هم ده عمق استراتيجي ليه، دول اهلنا ودول كذا يعني دول اللي عملوا حاجات كتيره جدا، لهم تاريخ طويل جدا في سينا مثلا طب يعني. انت هنا ما يعني المفروض في عندكش- قرارات سريعه جدا تتاخد، سهله انها تتاخد. القرارات دي كان المفروض عصام شرف ياخدها، طبعا كان المفروض عصام شرف ياخدها، ما خدهاش يبقى غلط. انما التقييم بشكل عام انا شايف انه جيد جدا.